طريقة سهلة وبسيطة وجربوها. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل ترمس العيد بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. هقول لكم بقى هنعمل فيه ايه. احنا مسكناه نقانيه وشلنا منه الحاجات اللي مش كويسة، حباية لو في حباية وحشة بنشيلها. ودلوقتي بقى هنروح نغسله ونحط عليه مية لحد الصبح، من بالليل للصبح، لما الحبايه تنفش كده وتقب كلها تبقى كويسه كده. احنا كده الترمس بيتناه لحد الصبح. شوفوا بقى حبايته، بالصلاه على النبي، وبقت ميته صفرا اهي. شوفوا الميه صفرا اهي. هنغسله ونوضبه ونحط فيه ميه زي كده تاني ونحطه على النار. كده احنا حطينا ميه وحطينا عليها ليمونتين، وهنحط الترمس ده. بس بقول لكم الاول ايه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لي لايك، اهم حاجه اللايكات كده، وكتروا اللايكات كده، وشجعوني عشان انا بجيب لكم معلومات حلوه. الترمس ده فيه معلومه حلوه جدا جدا وهتبسط لكم. الترمس ده بلدي يا جماعه، الترمس ده بلدي، ما هوش افرنجي. الافرنجي ده بيبقى مسكر وما بيعوزش يتغير عليه كتير. الترمس ده احنا غلينا الترمس 5 دقايق بالظبط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنروح حاطين عليه شفشق ميه ساقع كده اهو، وهنروح طافيين البوتاجاز ونروح مغطيين عليه. ايه رايكم؟ احنا كده غسلنا الترمس برد وحبايته على فكره استوت. تمسكي حبايه الترمس، شوفوا بتتقشر وبتتكسر. الطريقه ديت اسهل طريقه لعمل الترمس، وكمان يعني نفس طريقه ما عملنا الفاصوليا البيضاء. احسن طريقه تسلقي الحاجات اللي هي بتحب تسلق وتاخد وقت دي. ده لو قعدتيه على النار ساعه بالساعه مش هيستوي كده. انا قعدت هما 5 دقايق. طريقه حلوه وسهله وجميله. الترمس ده ترمس بلدي. الترمس المسكر اللي هو ماهوش بلدي فرنجي بيعمل ايه؟ ممكن تغسليه هو يوم واحد مرتين 3 وتحطي ملح وتاكلي. الترمس المر بقى، احنا النهارده لسه في رمضان 4 ايام، هنقعد نغير عليه 3 مرات في اليوم لحد ما يجي بعد كده اخر يوم اللي احنا هنحط عليه ملح وليمون بقى ويتاكل منه. لكن هو هيفضل كده لحد ما نغسل ونغير عليه لحد المراره اللي فيه دي ما تروح. بس هي بقى بيفضل يعني حبايته بتبقى حلوه كده وناشفه وحلو. وكده احنا ايه، خلصنا الفيديو بتاعنا عشان انزله لكم، تلحقوا تعملوه. وكده بصراحه طريقه سهله وجميله وجربوها.